مساء الخير على حبايبي، يا رب تكونوا بخير. معاكم منار مصطفى من قناتي منار مصطفى للطبخ والحلويات. هعمل لكم النهاردة كيكة حكاية اقتصادية 100% من غير لا فرن ولا مضرب كهربائي، في 10 دقايق، وهي كيكة الطاسة. مكوناتنا بسيطة جدا. أول حاجة معانا بيضة، هنضرب ضرب حلو كده. بعد كده هنحط ربع كوباية سكر، وسكر عادي جدا من بتاع التموين اللي هو المخرز عادي، وهتبقى كيكة هشة وتحفة. بس هنضرب شوية بالمضرب كده. انا بحاول اقصر الفيديو على قد ما اقدر. بعد كده هحط ربع كوباية زيت. او هضرب، انا بحب اضرب كل حاجة لوحدها. وبعد كده ربع كوباية لبن. انا معاكم خطوة بخطوة اهو. وبعد بقى اللبن هحط المكونات الجافة على طول. انا حاطة على جنب نص كوباية دقيق، عليها معلقة صغيرة بودر ورشة ملح. والكوباية اللي بعاير بيها اللي هي كوباية اللي زي دي هبقى اوريها لكم كلها في فيديو تاني. هنا حطيت المكونات الجافة. وبعد ما هنخلص هنكون دهنين الطاسة زيت. وتفضل الطاسة تكون من اللي هي ما بتلزقش. هنحط الطاسة على نار هادية لمدة 10 دقايق، ونكون مغطيين الطاسة كويس. هنا الكيكة بعد ما استوت اخدت بالظبط مني ربع ساعة على عين صغيرة، لكن لو على عين كبيرة هتاخد 10 دقايق. بس انا العين الكبيرة كانت عندي بايظة. لو طلع حاجة من الكيكة بتغطوها، والحرارة بتكمل اي سوا في الكيكة ما تكونش استوت. انا هنا وريتكم هي لونها بامبي من تحت استوت، وطلعت بسهولة من الطاسة، ما لزقتش ولا حاجة. وبعد كده زوقتها، حطيت كريم شانتيه كان عندي كده، وبشرت عليها بشر شوكولاتة. طبعا وحطيت كريم فارماسي. طبعا مش عايزين تزينوها، انا بزين عشان التصوير وكده. هتاكلوها كده جنب الشاي من غير اي حاجة، هتبقى حلوة. آه، هقطعها معاكم دلوقتي عشان ابقى اعرفكم، اوريكم قد ايه هي طرية. وشوفوا السكينة دخلت فيها وبتطلع بكل سهولة طرية وجميلة. ما تنسوش تسووها على نار هادية. ما تفتحوش عليها قبل 10 دقايق. بجد سهلة وسريعة. تنفع في الشتاء جنب مج نسكافيه كده، وتبقى العظمة اكتملت، ولا مضرب كهربائي ولا فرن. انا هنا هقطعها معاكم تاني عشان اوريكم قد ايه هي هشة وطرية، وحاجة يعني شبه الجاتو، واتعملت في 10 دقايق بس. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تدوسوا لايك، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.